عايز تعملي عصير منعش جميل جدا وفي كل الكافيهات غالي جدا؟ تعالي بينا نشوف. عملنا السموزي في البيت بطريقه حلوه جدا وفي نفس الوقت منعش قوي وكمان تقيل. شايفين القوام بتاعه يا بنات؟ شايفين؟ لو عجبك القناه تضغطي لايك، ولو بتتابعيني على الصفحه يا ريت تضغطي فولو علشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتنا. ولو بتشوفي الفيديو على قناه اليوتيوب سبسكرايب للقناه تحت الفيديو مكتوب مربع احمر تحت الفيديو كده، اضغط عليه عشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتنا. ويا ريت كومنت حلو منكم ودعم من قلبكم ليا. يلا كده نشوف طريقه السموزي الخطيره دي والقوام التقيل اللي هنعمله ازاي مع بعض. تعالوا نعمل مع بعض العصير المنعش الجميل الخطير ده، السموزي بالبطيخ في قلب البيت. تعالوا نشوف هنعمله ازاي مع بعض باسهل طريقه وطعمه خطير ومنعش جدا يا بنات. شايفين الجمال؟ شايفين العظمه دي؟ تعالوا نشوف عملناها ازاي. هندخل على الطريقه والفيديو على طول. عندنا هنا البطيخ قطعته كده بالشكل الجميل ده مكعبات او زي ما بتحبوا، بس عندنا هنا السكينه هنحوش اي بذور منه. تمام، اي بذور منه هتحوشيها، بعد كده هتدخليه الفريزر يجمد شويه وهنشوف هنعمل ايه مع بعض. شكل البطيخ يا بنات بعد ما حطيته في الفريزر هو كده جاهز معانا متجمد. هنحطه في الخلاط دلوقتي ونحط كميه السكر المناسبه، وهنرجع نشوف هنعمل احلى سموزي بطيخ بطعم روعه جدا. على فكره يا بنات هتعملوه في البيت طعمه لذيذ جدا ومنعش جدا، احسن من الكافيهات. حتى كمان الكافيهات اللي فيها البراند دي هيبقى افضل واطعم كمان في البيت. يلا كده نضربه في الخلاط ونشوف القوام بتاعه. تعالوا نشوف العصير العظمه ده. شايفين السموزي يا بنات؟ شايفين القوام؟ لازم يكون متلج يا بنات، مش هتحتاجوا الا ربع كوبايه ميه بس. تمام، شايفين الجمال؟ منعش بطريقه رهيبه. بنات لازم البطيخ يتحط في الفريزر اقل حاجه ساعه، على اساس ما تحتاجيش ان انت تحطي فيه تلج او حاجه، قوامه بيكون تقيل وجميل بالشكل الروعه ده. تمام، هتحطي بس معلقه 3 4 معالق سكر او حسب الرغبه تبعك، وهتحطي كمان نص كوبايه ميه عشان يتضرب في الخلاط كويس. وبألف هنا على قلوبكم.